أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. ازيك يا صديقي؟ النهارده جايب لك حاجه هتغير طريقه شغلك حرفيا. لو كل شويه بتقعد تفتح الميل، تنزل ملف اكسل، وتجمع الداتا يدوي، فانت كده بتضيع وقتك على الفاضي. في الفيديو ده هوريك خطوه بخطوه ازاي تربط الاوتلوك بالاكسل بشكل اوتوماتيك. يلا هنفتح دلوقتي الملف اللي موجود عندنا في الميل. ده ملف يناير، هتلاقي فيه الديت والكاتيجوري والبرايس، بس ملف بسيط. لو جينا على فبراير وفتحنا نفس الملف، هنلاقي فيه نفس الجدول بنفس الهيدرز اللي موجود. طيب هنفتح اكسل فاضي خالص عشان نلم كل الايميلات اللي موجوده ديت ونجمعها في ملف واحد. ادي ملف اكسل فاضي، ونخش على الداتا، نخش على جيت داتا اذر، ونجيب بلانك كويري. هنا ركز معايا، هنكتب اكسشينج، وهنا هيبقى المفروض مطلوب مننا ان احنا نكتب الايميل اللي هو احنا شغالين بيه. ده الايميل اللي بيجي عليه كل الايميلات زي الايميل اللي احنا عايزين نجمعه ده. بعد كده بنعمل انتر، هتلاقيه قسم لي الحاجات اللي موجوده ميل واوت بلوك والكلام ده كله. نضغط على الميل، التيبل بتاع الميل هيفتح لنا البيانات اللي موجوده فيه كلها، كل البيانات اللي موجوده اللي تخص الايميلات اللي بتجيلنا. تيجي هنا على سندر، نختار على الريكورد ده، ونختار المين والايميل. نيجي نعمل فلتر على الميل اللي احنا محتاجينه. كده هيجيب الملفين اهوت اللي جاي لي من الايميل ده. هنيجي هنا بس نعمل فلتر كمان ان هو يحتوي على، طيب عشان لو جالي اي ايميل تاني من الشخص ده غير اللي احنا بنجمع فيه الملفات، ما يدخلش معانا في الكويري اللي احنا بنعمله ده. نخش نشوف الحته بتاعت اللي هو في اتاش ولا مفيش اتاش. هنا برضو لازم نعمل فلتر ان هو يحتوي على اتاش، عشان ممكن برضو يبعت لي ايميل بنفس الصيغه بس ما فيهوش اتاش. فاحنا محتاجين نخلي دي ترو. لما تشوف الدنيا دي هنا ترو، جمع معايا الملفات بتاعتي. نرجع تاني نشوف كده في حاجة تانية نعملها. لا كده بالنسبة لنا الدنيا تمام. هنختار الأعمدة اللي احنا هنشتغل عليها، وناخد الديت التايم اللي جه فيه الميل، وطبعا هناخد الاتاش اللي فيه التيبل، وريموف اذر كله. هنا هيظهر معايا التلات أعمدة اللي أنا خدتهم. بس نخش هنا على الاتاشمنت، نختار من الحاجات ديت النيم والاكستنشن والاتاش كونتنت. هيحمل معايا ويجيب لي التلات أعمدة دول. هنيجي هنا في الاكستنشن برضه نعمل نفس الحتة بتاع الفلتر ديت، ان هو بيساوي الاكسل بس. وده طبعا عشان انا لو الايميل ده جالي باوربوينت او اي صيغة تانية، انا محتاج الاكسل بس. خلاص كده انا عملت الفلتر اللي على الاكستنشن. اجي هنا على التاش كونتنت، هلاقي قاري ملف الاكسل، فانا هنا كده عايزه يقرا التيبل اللي جوه الملف. فهعمل شوية خطوات كده عشان اوصل للتيبل اللي جوه الملفات اللي ظاهرة قدامي دي. اول حاجة هاجي هنا كده اختار اف اكس، المعادلة هنا نكتب تيبل ترانسفورم كولوم، وهنعمل هنا قوس. لا احنا عايزين نشيل القوس دوت، هنعمل قوس قبل الكلمة الفلتر، ونعمل هنا كوما. طبعا هو ضرب معايا لان هو محتاج الاسم اللي هو هيشتغل عليه. فهاجي هنا ارجع واخد الاتاشمنت كونتنت، واجي هنا اقول له ادي ما بين قوسين كده اللي هو، لا مش ده القوس التاني، ايوه. وبعد كده علامة تنصيص، واحط اسم العمود اللي احنا فيه المحتوى بتاعي. وبعد كده هقول له اتش اللي هي كل اكسل ورك بوك. وبعد كده طبعا اللي هي الاندر سكول وكوما، واختار ترو عشان كل صف يجيب لي الهيدرز، المربوط هيدرز بتاعنا. خلاص كده انا خلصت دوت. اجي هنا في الاخر هقفل القوس الاخير واعمل انتر. مجرد ما اعمل انتر هتلاقي التيبل ده ظاهر معايا. التيبل ده بقى هيكون فيه فبراير اسم الجدول والشيت واحد والكلام ده كله. وهاجي من هنا كده اختار البيانات او الاعمده اللي انا عايزها، اختار النيم والنات طبعا والقيم دي. بعد كده اوكي. مجرد ما اعمل كده هتلاقي الاعمده دي ظهرت معايا. لو انا دخلت بقى على الداتا هنا على التيبل، هيبقى جواه التيبل اللي احنا عايزينه، اللي كان موجود على الاوتلت، سواء يناير او فبراير، الداتا اللي موجوده.
طبعا هنا بقى انا محتاج احدد الاعمده اللي انا عايز اشوفها. اخش هنا كده واجيب اختار الاعمده اللي انا مش محتاجها من الكلام ده كله، واشوف النيم ده انا مش محتاجه، اشوف الاكستنشن ده مش محتاجه. ابتدي بقى اشيل الاعمده اللي انا مش عايزها من التيبل اللي عندي. كده شلت النيم ده واشيل الاكستنشن، اشيل النيم واحد. طبعا السجلات عشان دي فيها التيبل، واشيل القيم ده خلاص مش عايزه. هيبقى معايا التيبل بس. هنا هعمل اكسبندد بقى للبيانات اللي موجودة عندي بالتيبل. هلاقي كده ظهر معايا الجدول بالبيانات اللي موجود سواء شهر يناير أو فبراير من على الأوتلت. خلاص كده أنا خلصت كويري. هحمل بقى الداتا ديت على ملف الشيت بتاعي اللي أنا فاتحه. هيبتدي يحمل معايا الكويري. هتلاقي ظهر هنا عدد الرواتب اللي موجودة في كل شيت أو بدأ يجيبه من الإيميل. خلاص كده ظهر معايا الجدول أهوت. الايميل اللي كان موجود باسم فبراير ويناير، الداتا اللي موجوده كلها عندي. الديت بس هنا ممكن انا اخش هنا وأقوم اعمل له شورت ديت، يظهر معايا الديت بالطريقه ديت. طبعا انا دلوقتي لو جالي اي ايميل تاني اهو، جالي ايميل مثلا شهر مارس اهوت، المفروض الداتا تتحدث بقى بالايميل ده. اخش هنا بس كل اللي هعمله اعمل ريفرش تيبل ديزاين، واخش اعمل ريفرش الاقي زي ما انتم شايفين كده بدا يعد الروات اللي موجوده، ويظهر معايا شهر مارس بالداتا اللي موجوده بالايميل اللي لسه واصل على الاوتلوك. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.